بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا لحل مسائل كتاب المدرسة في اختبار الوحدة للصف الثالث الإعدادي. معانا السؤال التاني اللي بيطلب مني تمثيل الدوال بيانيا، وبيقول represent graphically each of the following function، ومديني طبعا حوالي 4 نقط A B C D، وبيطلب مني ان انا ابتدي ان انا ارسم الفانكشن دي. بس يمكن قبل ما نرسم الدوال، يعني ما شاء الله الطلبة بيعرفوا يرسموا الدوال دي سهلة جدا، ان انا ابتدي ان انا اعمل evaluating الفانكشن، create table، then locate points on the Cartesian product. ده سهل جدا ان انا ممكن ان انا اعمل تيبل، احدد قيم x وقيم y، وابتدي ان انا احط النقط على مستوى الاحداثيات بتاعي. كل ده سهل، لكن في الاخر بعد ما بيعملوا العمليات دي كلها بيجي لهم سؤال فني جدا، بيكتشفوا فيه ان هم مش عارفين يعني ايه فانكشن اصلا، وايه اكس وايه واي، وامتى يعوضوا مكان الاكس وامتى يعوضوا مكان الواي. فالاسئله الفنيه اللي هي دايما بتبقى في الكومبليت دي هم ما بيعرفوش يعملوها، لانهم ببساطه مش عارفين يعني ايه فانكشن. يعني دي هي الكارثه او الطامه الكبرى، يعني ان هما في الاخر يقعدوا يحلوا وجبري وبياني وكله تمام، في الاخر ما بيعرفوش يعني ايه فانكشن. طيب احنا عايزين نقول تعريف الفانكشن باسلوب بسيط جدا، وندي عليه مثال حيوي كده بحيث انه يدخل في الدماغ، ما اقدرش ان انا افصله او انساه بعد كده. احنا زي ما شايفين هنا عندنا الشكل الجميل ده، البوكس الجميل هنا، يعني هنا في كده في مدخلات، وفي هنا مخرجات، وفي هنا صندوق ممكن اسميه الصندوق الاسود او الآلة الماشين اللي بيبتدي يدخل فيها، بيدخل جواها some values of x، وبيخرج لي براها outputs. يبقى اذا في هنا مدخلات وفي هنا مخرجات. وهنا ايه اللي بيحصل بقى؟ هنا في قانون بيتطبق، في يعني في شروط، وفي عمليات جبرية بتتم على المدخلات دي كلها علشان تخرج لي بصورة اخرى. طيب اذا بالتالي لكل مدخل بيوجد ايه؟ مخرج واحد مناظر ليه. طيب الكلام ده ازاي ان انا يعني ممكن اقوله in English؟ the function is a relation between input values and output values. العلاقة ما بين الانبوت والاوتبوت هي بيحددها قانون الدالة. ويمكن هنستدعي دلوقتي المكونات الدالة components of a function f of x equal y، زي ما احنا شايفين هنا في الرسمة دي. اول حاجة طبعا input set، بعد كده دخل على rule of function، بعد كده خرج لي الاوتبوت، وبعد كده خالص ممكن ان انا اعمل الجراف بتاعي. يبقى بنقول ان الفانكشن هي علاقة ما بين الانبوت set and output set. طيب نقرا تاني التعريف. هنا بيقول لي a function is a relation between a set of inputs and a set of outputs. طيب جميل، خلاص عرفنا ان انت عندك مدخلات ومخرجات وفي علاقة ما بينهم بتحددهم قانون الدالة. طيب لازم يكون بخاصية معينة، يعني الخاصية اللي بتحكم الموضوع ده ان الكل inputs مرتبط ب only one output، يعني لازم يكون مرتبط بمخرج واحد فقط، ما يكونش له اكتر من مخرج. طيب ايه الكلام ده؟ دينا مثال حيوي كده نقدر ان احنا يعني نفهم منه ايه الانبوت وايه الاوتبوت، وليه ليه لازم يخرج نتيجة واحدة مش اكتر من نتيجة. هديكم مثال. احنا يمكن كلنا معانا ال ATM او الفيزا كارد، الفيزا كارد عليها سيريال نمبر، ومجرد ما احنا بندخل الفيزا كارد جوه المكنه بيخرج لي على طول البالانس، بيخرج لي رصيدي من على الشاشه. يبقى اذا الرصيد بتاعي يقول لي سي مثلا معايا 5000، معايا 1000، معايا
يبقى اذا المخرج اللي خرج دوت على الشاشه ده اسمه اوتبوت، والسيريال نمبر اللي انت دخلته في الكارد بتاعك، في الفيزا كارد بتاعتك، هي الانبوت. يبقى في انبوت وفي اوتبوت. هل يمكن ان السيريال نمبر بتاعي يخرج لي رصيدين؟ يعني يقول لي انت معاك 5000 أو 100,000؟ طبعا مستحيل. ما ينفعش أبدا إن يكون ليا 2 outputs، لازم يكون للإنبوت exactly 1 output. جميل. وبرضو نفس الحكاية برضو لما بندخل فتح الله أو أي ماركت كبير، لو حبينا ان احنا نعرف سعر المنتج ده ايه، انا على طول المنتج بيبقى له طبعا باركود، انا بسلط الباركود على الجهاز اللي بيلقط على طول الباركود بتاعي. يبقى اذا هنا في انبوت انا دخلت له الباركود بتاعي، او زي برضو هو زي السيريال نمبر بالظبط، الرقم السري الخاص بالمنتج ده. هل يصلح ان يخرج لي سعرين في نفس المكان؟ طبعا ده مستحيل. مستحيل مثلا ان نقول ايه الشامبو مثلا يكون في نفس في محل فتح الله هو نفس الحجم ومفيش اختلاف، يبقى مرة ب10 جنيه ومرة يكون مثلا ب30-40 جنيه. طبعا ده الكلام ده مستحيل. جميل. لكن لو كان في مكانين مختلفين او بلدين مختلفين نقول ممكن، لكن في نفس المكان ما ينفعش ابدا. خلاص احنا كده عرفنا ان الفانكشن عبارة عن input x اللي هي بنمثلها ب x. جميل. والاوتبوت اللي احنا بنمثلها برمز الواي، علشان محدش بعد كده ينسى خالص تعريف الفانكشن. والانبوت اللي هو الانبوت فاليوز او الاكس فاليوز دي go inside the function rule. ادي كده دخلت هنا go inside the function rule to produce output، علشان يخرج لي قيمة الواي، وابتدي ان انا اتعرف على القيم الخارجية ايه. خلاص كده تمام. وبنرجع مرجعنا للفانكشن تاني اللي انا عايز امثلها تمثيل بياني، اللي هي بيطبق عليها قانون 3x minus 1 equal f of x. طيب ده معناه ايه؟ ان احنا كده زي ما احنا شايفين ان الانبوت هي الاكس. طيب والاوتبوت بتاعي هو كل الاكسبريشن ده اللي هو 3x minus y. كأن الاكس هنا لما دخلت جوه الصندوق الاسود ده، الاكس دخل جوه الصندوق الاسود ده، هنا حصل لها عمليات جبريه، انضربت في ال3 وانطرح منها ال1، يبقى اذا اتغيرت، وبالتالي هيخرج مخرج جديد تماما. جميل. طيب الفانكشن دي طبعا انا عندي انواع كتير جدا من الفانكشن. السنه دي احنا بندرس بولينوميال فانكشن وليها صورة عامة، وخرجنا من البولينوميال فانكشن عندي constant function, linear function and quadratic function، وعندي برضو وهلم جرى، يعني لسه في كتير. فهنستدعي دلوقتي تعريف البولينوميال فانكشن زي ما احنا شايفين هنا في الصورة. استدعينا تعريف بولينوميال فانكشن. هنا بيعرف لي البولينوميال فانكشن، بيقول لي هي عبارة عن function of one argument. الاكس بس عشان نبقى احنا عارفين ان الاكس فاليو هنا ممكن نسميها input value وممكن نسميها argument. جميل. argument يعني المدخل. تمام. هي طبعا الفانكشن كلها يعني of one argument كلها في متغير واحد، برضو ممكن نسميها variable. جميل. المتغير الواحد ده هو x، ما قاليش هنا xy، لا كله هتلاحظ ان هو الاكس. طبعا الفانكشن اللي موجوده هنا لاحظتوا هنا هي x كيوب ماينس x. جميل. هي كلها في x، ما شفتش الاكس دي جنبها الواي. جميل. يبقى هي عباره عن بولينوميال فانكشن of one variable. على طول طالما كانت في متغير واحد يبقى بسميها بولينوميال، لكن بيطبق عليها شويه عمليات جبريه، addition subtraction multiplication division، ده يعني بشكل عام. لكن البولينوميال هو عبارة عن sum or difference of monomial. مين هو المونوميال؟ هو الترم الواحد ده اسمه ده لو جينا هنا من الأول طبعا e نوت
وهنا في طبعا x نوت. a نوت ده يعتبر هو الفيرست تيرم، a نوت x second term، e2 x2 طبعا ده الثيرد تيرم، an xn ده الانث تيرم، الحد النوني. جميل. هنا الحد الاول، الحد الثاني، الحد الثالث، كل واحد من دول اسمه monomials. يبقى ولو كان في ما بينهم علامة البلس يبقى sum of monomials، كان ما بينهم علامة minus بيكون difference of monomials. جميل. خلاص كده الحمد لله عرفنا، استرجعنا تعريف الفانكشن، شفنا الصورة العامة بتاعة البولينوميال فانكشن. طبعا نخلي بالنا لو كان ال f of x بس بيساوي a نوت، هنا constant فقط، يبقى الدرجة بتاعة البولينوميال عندي هنا بالزيرو، لأن كان هنا في x برضو، هنا الارجومنت هنا موجود الاكس هنا، لكن هو يعني هنا انا هكتب لكم هنا المفروض هنا يكون في هنا x of power 0. يبقى هنا لو كان عندي ال f of x بيساوي a نوت x نوت بس لوحده، يبقى هيكون من الدرجة الصفرية monomial of 0 degree. طيب لو كان بيحتوي على two terms دول بيكون اسمه binomials، وبيكون طبعا أعلى درجة هنا ال 1 the highest degree of the function is 1، وبيكون له اسم الفانكشن بتبقى ليها رسمة خطية، وبالتالي بيكون اسمه linear function أي الدالة الخطية. طبعا لو كان دخلنا بقى وال f of x كانت ساوت ال 3 terms دول، بيبقى trinomial، يبقى يعتبر هو polynomial of 3 terms or trinomial. جميل. بيكون هنا أعلى درجة عندي للفانكشن هي من ال second degree، وبيبقى الرسمة بتاعته عبارة عن parabola كده، يبقى curve opens upwards or downwards، والكلام ده كله هنعرفه لما نشرح بالتفصيل أنواع البولينوميال. كل ده استرجاع علشان بس أول ما نشوف عندي الفانكشن بتاعتي f of x equal 3x minus 1، أنا عايز أحلل الفانكشن دي أعرف منها أعلى درجة فيها إيه، رسمتها ممكن تكون إزاي، مين الواي انترسبت بتاعي، نقطة تقاطع مع محور الصادات، مين السلوب بتاعي، ويا ترى هيكون رسمة الخط عاملة إزاي، هيكون كده ولا هيكون كده. يعني ممكن الاتنين دول ندمجهم مع بعض كده حرف اكس. جميل. يلا نبتدي بقى دلوقتي نحلل الفانكشن بتاعتي بعد ما احنا عملنا ريكول لكل المعلومات السابقة بشكل سريع جدا، واتمنى انها تكون مراجعة خفيفة على قلبكم يعني. طيب انا عندي هنا f x، لو حبيت ان انا اعمل مقارنة ما بين صورة الفانكشن اللي عندي دي والجنرال فورم اوف بولينوميال، طيب تعالوا نعملها بقى كده. المفروض ان الجنرال فورم اوف بولينوميال equal a نوت x نوت بلس a1 x1. جميل. هو خد two terms كده بالشكل ده. طيب بحيث ايه بقى، هو هنا حاطط لي شرط على الفانكشن. طيب ان انا عندي a نوت و a1 دول constants. يعني ايه constants؟ يعني ثوابت. طيب الثوابت دي بتنتمي لانهي مجموعة بالظبط؟ مجموعة عددية. انا يا ترى natural number integers سواء كان positive integers او negative integers، يا ترى بينتمي للراشنال ولا للirrational ولا للريل ولا لمين ولا الكومبلكس ولا ايه بالظبط؟ لا، a نوت و a1 هما كل الكونستانتس او اللي بيبقى اسمهم coefficients. هي بس مش اسمها constant، بيبقى اسمها coefficients، يعني عوامل او معاملات الفاريبل x. جميل. الارقام اللي هي مضروبة في الفاريبل x دي هي لازم تكون بتنتمي لمجموعة اسمها real numbers. real numbers دي ممكن تكون ايه؟ تمام. ممكن تكون
طبعا احنا عارفين هي يعتبر مجموعة شاملة بتشمل ال rational number and irrational number، وهنعرف دلوقتي ايه الفرق ما بين ال rational number وال irrational number. لكن علشان تعرفوا الصور بتاعتها على طول موجودة، ممكن تكون موجودة ازاي في اي function زي ما احنا شايفين هنا. كان 3 ده integer عادي، رقم بوزيتيف عادي جدا، يبقى ممكن يكون 3، ممكن يكون -3، ممكن يكون third كده يعني ممكن يكون fractional 4، ممكن يكون decimal، ممكن يكون 0.3 كده بالشكل ده. جميل. وممكن يكون كمان كل دول الصور دي ممكن تكون ايه، بيبقى اسمها rational number. لكن كمان ممكن يكون irrational number زي the square root of non-perfect square root of 2، square root of 5. جميل. ممكن يكون cubic root of non-perfect cubes like cubic root of 7. جميل. ممكن يكون باي النسبة اللي هي ما بين ال circumference of the circle and its diameter. جميل. اللي هي دايما بتبقى 22 over 7 اللي هي بتكون 3.14 and so on. جميل. ممكن يكون المتغير الطبيعي ايه، كل ده الكونستانت اللي عندي دي بتنتمي ليها. لكن شرط ال A نوت، خلي بالكوا بقى ان ال coefficient A نوت ده belongs to real number، لكن ال A1 هو بينتمي برضو للريل نمبر، لكن فرق الزيرو، real number difference زيرو. ليه فرق الزيرو؟ يعني ليه هو حاطط الشرط ده؟ حتى في التعريف بتاعي قايل لي، يعني انا يهمني طبعا ان انا افصص كل جزئيه تمام عشان تبقوا عارفين الشروط دي اتحطت ليه. يعني هو مش عاملها كده وخلاص، انتوا بتزهقوا من x و y و a نوت belongs to r و a1 belongs to r difference 0. ليه هو شال الزيرو من هنا من يعني قال ان الكوفيشنت a نوت ده ما ينفعش ابدا يكون زيرو، لانه لو كان زيرو الترم ده كله على بعضه كده هيتكنسل. جميل. وهيبقى عندي يعني لما هيتكنسل كده، لان زيرو كده زيرو باي any number equal زيرو، صح ولا لا؟ يعني كده كل الترم ده كده هيحصل له كانسليشن وهيتبقى لي الترم ده. طيب يعني معنى كده انه قلل درجه الفانكشن بتاعي، قلل الديجري بتاع الفانكشن بتاعي من الفيرست ديجري للزيرو ديجري. يعني الرسمه بعد ما كانت خط مايل ممكن يقطع محور الصادات او ممكن يمر بنقطه الزيرو، بقى خط ثابت، لان دي ليها رسمه ودي ليها رسمه. يبقى هنا ليها رسمتها خط برضو، لكن خط موازي لمحور السينات، وبيقطع محور الصادات عند نقطه وثابت على طول الخط مهما اتغيرت قيم الاكس، فصوره الداله هي ثابته ورسمتها ثابته، خط موازي لمحور اكس. لكن هنا الخط بيبتدي يميل، بياخد درجات من السلوب، بياخد ممكن 3، ممكن يبقى بوزيتيف وممكن يبقى نيجاتيف، واي قيمه بقى يعني مش شرط. جميل. فمعنى ان الاي نوت هنا زيرو، الترم ده اتكنسل واتقللت درجه الفانكشن من الفيرست ديجري للزيرو ديجري، ومعنى كده ان انا نقلت من نوع لنوع تاني خالص علشان احافظ على ان الفانكشن دي تكون اسمها linear function وما تكونش اسمها constant function. دي اسمها linear function ودي اسمها constant function. عشان احافظ عليها لازم الكوفيشنت ده ما يكونش زيرو ابدا. جميل. وطبعا لما يكون عندي ان ال f of x، لان طبعا لما ال f of x هنا بيساوي a نوت x نوت دي معناها ان الاكس باور زيرو، واي نمبر الباور بتاعه بيكون زيرو بتكون قيمته هو على بعضه ب1. حلو الكلام. ف a نوت باي 1 ب a نوت، خلاص، بلس a1 x. طبعا الباور هنا لما بيكون 1 انا مش لازم ان انا
اكتبه. يبقى احنا عرفنا كده ان ال highest degree of the variable of the function is 1. جميل. وان ال a نوت دي جنبها x برضو، بس ال x هنا من الباور 0 وبرضو هي برضو ما ظهرتش لان هنا قيمتها ب1. طيب هو بقى في التعريف ال a نوت دي بيقول عليها b بلس a x. تمام. يعني قال على ال A1 A وقال على ال A نوت B، وبكده عرف الدالة الخطية وقال ان الفانكشن اللي على الصورة دي بتكون هي linear function بشرط ان ال B belongs to real number، يعني ممكن يكون اي رقم من او اي عدد جوه ال real number زي ما احنا قلنا positive negative decimal، ممكن يكون fractional form، ممكن يكون كمان irrational number. خلاص. لكن ال A دي اللي هو ال coefficient of variable x belongs to r difference is 0. ما ينفعش ان هو يكون 0 خالص والا هيقلل لي درجة الفانكشن من اللينير. خلي بالك لو كان حتى ال f of x كده، ال f of x كده بالشكل ده، لو كان عبارة عن ax هو برضو linear، هو برضو ايه linear، لان في الحالة دي ال b عندي بتكون بكام؟ بزيرو. لكن لو كان ال f of x كده بيساوي b بس، b ده اي رقم بقى 1 تو اي رقم بقى في الريل نمبر، لو كان على الشكل ده بيبقى اسمه constant function. جميل. الدالة الثابتة. احنا كده فصصنا، جبنا اصل الدالة دي بالمقارنة وبمرجعية الى القانون العام ده كده اسمه general form of polynomial. الصورة العامة دايما اي دالة عندي او اي فانكشن عندي لازم يكون لها اصل، برجعها لاصلها، بقارنها بالجنرال فورم علشان اعرف الكوفيشنتس بتاعتها بتساوي مين، فين الكونستانت، وابتدي اعرف شوية معلومات تانية كتير، ومين الحدود اللي ناقصة. ما هي برضو ممكن تكون في حدود ناقصة في النص ما بين الكونستانت والهايست degree of the variable. طيب نقارن بقى، نعمل تاني by comparing this function by the general form. طب الشكل ده هو دايما في البداية بيبتدي بالكونستانت او بالاكس نوت او الاكس to power 0. جميل. فانا ممكن اعيد ترتيبها هنا عشان المقارنة تكون واضحة للجميع. جميل. لو قلنا الجنرال فورم عندي هيكون f of x equal هنا b plus ax. فهمت كده من ايه؟ فهمت ان ال b عندي الكونستانت كان بيساوي نيجاتيف 1. خلاص. وكمان ال a equal 3، يبقى ال b equal نيجاتيف 1 وان ال a equal 3. طيب والديجري بتاع الفانكشن دي ده هو عبارة عن بولينوميال of first degree، يعني نوعه linear، يعني الجراف بتاعي هيكون line. دي عبارة عن linear function. جميل. طب البي دي بقى انا لازم ان انا استنتج شوية المعلومات. انا خلاص قارنت واستنتجت شوية المعلومات دي، ولازم يكون عندي للبي دي ليها اسم والاي دي ليها اسم او مدلول على الرسمة. البي دي بيبقى ليها اسم تاني، بيبقى اسمها y intercept. ده اسمه y intercept. يعني ايه y intercept؟ يعني النقطة اللي تقاطع فيها الخط. يعني لو انا عندي كده مش طبعا القلم حاول معايا شوية هنا، طبعا ده بيبقى الاكس، ده بيبقى الواي. لو الخط عامل كده، الرسمة الفانكشن عندي عاملة كده، شايفين انتوا النقطة اللي تقاطع معاه هنا intersection point. هنا there is an intersection point between the linear function and y axis. نقطة التقاطع دي بيبقى اسمها y intercept. جميل. طيب
طب اكيد دي بتمثل بوينت، اي بوينت عندي هنا في الكارتيزيان برودكت او بيبقى النقطة دي الفيرست بروجيكشن عندي بالاكس والسكند بروجيكشن عندي بالواي. جميل جميل. الاكس هنا طبعا الزيرو، من عند الاكس زيرو طلعت فوق لحد ما قابلت النقطة النيجاتيف 1، يبقى كانت الزيرو والنيجاتيف ايه 1. خلاص ادي كده اول حاجه ان انا استنتجتها ان الرسمه بتاعتي هتمر بالواي عند نقطه نيجاتيف 1. طبعا هنا فوق بيكون بوزيتيف، لكن تحت هنا طبعا بيكون ايه، بيكون نيجاتيف 1. يبقى اذا الخط بتاعي هيكون بيمر بالجزء النيجاتيف عندي للايه للجزء السالب للايه محور واي. جميل. طيب الاي دي بقى عباره عن ايه؟ اللي هو الكوفيشنت اوف اكس، دي عبارة عن حاجة كده اسمها سلوب. سلوب يعني ميل الخط المستقيم، بيميل بقيمة هي مقدارها 3. جميل. يعني ممكن اكتب هنا الفانكشن دي تاني كده f of x equal b plus m، دايما بيترمز للسلوب برمز m x. جميل. خلاص يبقى احنا عرفنا ان الرسمة خطية لان الهايست degree of the variable is 1. عرفنا ان الواي intercept عندي هو negative 1. عرفت ان السلوب بتاعي بيكون بدرجة بيكون بقيمة 3. طيب نبتدي بقى بعد كده. خلاص انا كده عرفت الرسمه بتاعتي هتكون شكلها ايه. طب يا ترى بقى يعني سؤال كده فني كده صغير كده، الخط بتاعي، الخط اللي انا هرسمه هيكون عامل كده ولا هيكون عامل كده؟ خلي بالكوا بقى حاجه كده علشان ايه انا عايزاكوا تعرفوها كده، طريقة فهلوة يعني، تعرفوا اذا كان الاسلوب هنا بوزيتيف مش نيجاتيف، صح كده؟ هنا ال3 دي هنا موجبة. طيب اذا كانت موجبة هيكون يعني افتكروا دايما بحرف اكس اللي احنا الفاريبل اللي احنا بنعمله ده. خلاص هنا لو كان السلوب بوزيتيف هنا بوزيتيف A1 طبعا، تمام، او الاي. لكن لو كان الاسلوب عندي نيجاتيف هيكون الخط عامل بالشكل ده. جميل. يبقى اذا الاصح ان الخط مش هيكون بالشكل ده، مش هيكون بالميل ده، لا ده هيكون بالميل الناحيه التانية. كانه افتكروا البوزيتيف دايما واخد قطر الصفحه دي ده بالشكل ده. شايف الماوس عندي الاتجاه عامل ازاي اهو، واخد القطر ده. لكن النيجاتيف هيكون واخد الايه، هيكون واخد الناحيه التانية دي كده. تمام. طبعا انا كده قطلت عليكم في المقدمه في الحل كل ده. يعني اتمنى ان كل واحد ياخد ولو معلومه صغيره جدا من المقدمه دي زياده عن المعلومات اللي عنده. وهنبتدي دلوقتي في تمثيل الدالة بيانيا. طبعا اول حاجة انا بعملها حاجة كده لازم تعرفوها، evaluating the function by اعرفوا الكلمة دي، كلمة evaluating. the function. طيب تقييم الدالة في فرق كبير، يعني في كتب بتستعمل كلمة evaluating the function، وفي كلمة find the solution or solve the function. evaluating the function دي معناه ان انا بيكون عندي قيم للاكس والمطلوب مني ان انا اخرج قيم الواي. جميل. لكن find the solution of the function انا بيكون عندي العكس، بيكون عندي الواي وطالب مني قيم الاكس اللي هتحل ده. فاذا معنى كلمة evaluating دي معناه ان قيم الاكس دي بتكون عندي، لكن الواي
هي اللي بتكون مطلوبة. so if you know x values or input values, y values or output values is required. جميل، خلاص عرفنا كده. يبقى اول حاجه خالص انا بعمل عمليه تقييم. طب ازاي ان انا ادخل قيم للاكس وهو هنا ما ادانيش حتى set of inputs ولا اداني interval ولا اداني اي حاجه خالص؟ انا ممكن على طول، انا عرفت ان الفانكشن دي linear function، ابتدي ان انا افرض بقى قيم للاكس. يعني اقول انا الخط بيبتدي يتحدد من نقطتين، انا ممكن احدد 3 نقط. جميل، وابتدي ان انا او 3 قيم للاكس واعوض بيها وادخلها هنا جوه الداله وابتدي اجيب قيم الواي. فممكن اقول هنا اف اوف 0. يا ترى اف اوف 0 معناها ايه؟ يعني الاكس هنا قيمتها بزيرو. اف اوف 0 ايكوال كام؟ ايكوال 3 تايمز 0 minus 1 ايكوال 0 minus 1 ايكوال ايه؟ نيجاتيف 1. طيب معنى كده ان الاوردر بير عندي بقى ايه؟ المفروض ان انا اصلا على الجراف انا بحدد بوينت، بحدد اكس وبحدد واي. الاكس والواي عندي كانت الاكس كانت بزيرو والواي طلعت عندي بنيجاتيف 1، يبقى 0 ونيجاتيف ايه؟ 1. جميل، خلي بالكم ان الاف اوف اكس دي دايما بيكون اسمها واي، يعني تقولوا اف اوف اكس يا تقولوا الواي ايكوال 3x ماينس ايه؟ ماينس 1. جميل. طيب هندخل على نحط قيمة تانية للإكس. f of 1 equal 3 times 1 minus 1. 3 minus 1 equal 2. يبقى عندي البوينت عندي بقت 1 and 2. طيب نحط كمان نقطة تالتة. f of 2 equal 3 times 2. يبقى أنا عملت إيه؟ عملت substituting each value of x into the function rule. جميل، to get y. 3 times 2 minus 1 equal 6 minus 1 equal كام؟ 5. يبقى البوينت اللي انا هبتدي ان انا اعملها location على الكارتيزيان بلين هتكون 2 and 5. طيب انا ممكن اعمل بعد كده بقى اعمل create a table of input values and output values. كل ده انا ممكن اقوم جايه عاملاه واقوم جايه رصاه تاني كده في تيبل زي ما هنشوف دلوقتي. تمام، دلوقتي احنا عملنا هنا التيبل بتاعي. first law is the input f of x, second law is the output. جميل، هبتدي ان انا ارسم. جميل، 10. هنحط هنا قيم الانبوت فاليوز اللي كانت عندي. انبوت فاليوز الاكس كلها كانت 0 1 2. ابتدي ان انا اكتب هنا 0، هنا 1، هنا 2. ده كده اسمه الدومين بتاعي. انا كده انشأت الدومين بتاعي، المجال بتاعي اللي انا هبتدي ان انا اخرج منه الاوتبوت بتاعي. الاوتبوت بتاعتي كل ده كان الواي. واحنا عرفنا ان كل دول كده هم الواي. طيب the corresponding outputs of 0 1 2 هيكون هنا negative 1 2 5. خلاص تمام. ابتدي بعد كده ان انا اجيب مستوى الاحداثيات بتاعي او الكارتيزيان بلين وانشئ عليه الكوردينيتس بتاعتي x و y كده بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، واعين عليه ال 3 points بتوعي اللي انا حددتهم دول. كده المفروض ان احنا نبتدي دلوقتي اخر خطوة خالص، ان انا ابتدي ان انا اعين البوينتس دي على الكارتيزيان بلين بتاعي. ده مستوى الصفحة بتاعي اللي ابتديت ان انا اقسمه الى جزئين بخطين متعامدين، فطبعا اتجزأ لأربع أجزاء متساوية. ده اسمه first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. جميل. طيب زيرو من عند الاكس الزيرو المفروض ان هو هنا هينزل عند النيجاتيف 1، فانا هبتدي ان انا احط هنا بوينت.
طبعا كلكم شايفينها البوينت دي هي 0 نيجاتيف 1. طيب من عند الاكس 1 طلع للواي 1 و 2، دي السكند بوينت بتاعتي. طيب بعد كده من عند 2 اكس طلع لفين؟ لل5، دي انا كده طلعت للايه؟ ال5 وعملت تحديد البوينت بتاعتي. المفروض ان انا بعد كده اعمل matching all points and draw straight line. طبعا القلم عندي مش بيمكنني قوي ان انا اعمل straight بجد يعني. فعلشان كده انا هطلعها لكم بالظبط، هطلع لكم الرسمه من برنامج اسمه مايكروسوفت ماثماتكس، هتشوفوه ظريف يعني. لكن المفروض ان انا اعمل هنا ماتشنج، هحاول على قد ما اقدر يعني، يا رب يطلع. احنا شايفين كل 3 نقط على خط واحد اهو، جميل. وشايفين ايوه الحمد لله كده ظبطت معايا شويه. طيب لكن طبعا انتوا هتمسكوا الرولر وتعملوا ماتشنج، هتلاقوا ان ال 3 points are collinear، يعني بيقعوا على خط واحد. الخط مايل بالشكل ده لان هنا ان ال A slope كان ب 3 ببوزيتيف 3، فالخط مايل هنا. وهنا الواي انترسبت اللي هي بتمثل الزيرو اند نيجاتيف ايه اند نيجاتيف 1. نشوف دلوقتي برنامج الماثماتيكا. الفانكشن دي ممكن بضغط كده يطلع لك الفانكشن على طول. لو حبيت ان انت تحمله عندك هيتحمل على طول على مجموعة الاوفيس، هيظهر لك في الوورد وفي الباوربوينت. جميل، تقدر ان انت تستعين بيه في كتابة المعادلات، وكمان في الجراف بتاعها تقدر ترسمها بسرعة جدا بضغطة. هوريها لكم دلوقتي حالا. هنا البرنامج الوورد، انا فتحت الوورد وشايفين هنا كلمة ماثماتكس وشايفين كلمة ماث تايب. انا منزله برنامجين، البرنامجين دول بينزلوا على طول على مجموعة الاوفيس. ماث تايب تقدر تكتب بيه المعادلات، وهنا هتكتب وهترسم برضو. فلما ضغط على زرار ماثماتكس تلاقي لي هنا علامة الايكويشن، بيفتح لي هنا على طول صندوق ابتدي اكتب فيه. انا عندي الاف اوف اكس اللي هي بواي، فانا هقول واي لان لما بقول اف اوف اكس الرسمه عندي متطلعش قد كده يعني، فهقول بدلها واي ايكوال 3x minus 1 لان هي كده بالشكل ده بتظبط معايا الرسمه قوي. فهروح على طول على كلمه جراف plot in 2D، يعني ارسم في 2 dimensions في البعدين x و y. شايفين هنا الرسمة هنا بالخط الأزرق ده، جميل. شايفين هنا عدت فين؟ طبعا هنا المقياس طبعا من 0 لنيجاتيف 6، يعني هنا في الجزء ده هيكون نيجاتيف 1 لو عملت له زوم. تمام، هتشوف هنا بقى قال هنا بقى نيجاتيف 3. نعمل زوم كمان، هتشوف اكتر واكتر. جميل. طيب ممكن ادخل هنا الزرار ده بيقولي بلوت رينج، يعني اديني المدى بتاعك المينيمم فاليو لاكس والماكسيمم فاليو، اديني القيمه العظمى والقيمه الصغرى لكل من اكس وواي. انا طبعا على حسب التيبل بتاعي كانت القيمه الاكس فاليوز 0 1 2، فالمينيمم فاليو هيكون عندي 0 والماكسيمم هيكون 2، ممكن يكون 4 وهكذا وهكذا. بس انا هحطها بالظبط زي ما انا عامله الايه القيم بتاعتي. هنا في الاكس كان 0 في المينيمم، والماكسيمم كان 2. في الواي طبعا عندي كان من نيجاتيف 1 ل 5، فانا هعمل هنا نيجاتيف 1 وهنا 5 علشان اشوف بالظبط الرسمه تكون شكلها يعني احلى. تمام، هعمل هنا مينيمايزيشن كده. كده ظبطت معايا، واخدين بالكم؟ تمام بالظبط كده هنا ظبطت معايا. ولو حبيت ان انا اشغل التريس دي، يعني شايفين الصندوق ده بيتتبع كل نقطة وبيديك قيم الاكس وقيم الواي ايه.
طيب تعالوا كده بالظبط نجيبه عند اللي هي الانترسكشن بوينت with y axis. هتلاقوا ان الاكس 0 طبعا، وهنا قيم تقريبية شوية، و ممكن انزل شوية كده، بقت هنا 0، بقت هنا نيجاتيف 1. جميل. بس طبعا الحركة هنا حساس جدا للحركة. طب تعالوا نشوف بقى هنا في برضو اكس انترسبت، في هنا نقطة تقاطع مع محور الاكس. وتعالوا بقى هنا علشان هنا في كلام. يا ترى قيم الاكس، قيم الاكس هنا او قيمة الاكس اللي تقاطع معاها الرسمة الخطية كانت قيمتها بكام؟ تعالوا نرجع للشرح بتاعنا، ورقة الشرح بتاعتنا. لما تكون عندي هنا الفانكشن دي، اما اجي انا اعملها evaluating، انا عرفتكم الفرق ما بين كلمة evaluating وكلمة solving. وكلمة هنا solving، هتشوفوا الكلمتين دول. evaluating the function يعني معنى كده ان انا عندي الانبوت values موجودة، input values، لكن الاوتبوت values are required، انا محتاج ان انا اعرفها. لكن كلمة solving على طول متعلقة، يا ترى قيمة x كام؟ قيمة x كام اللي تقاطع معاها رسمة الدالة، تمام؟ لما تكون طبعا قيمة y بالزيرو، يبقى معنى solving أنا عندي قيم للأوتبوتس لكن الانبوتس are required. جميل. أنا دلوقتي هعمل solving للفانكشن علشان أعرف x intercept، يبقى أنا هعمل solving for x. أنا هحل بالنسبة لإكس. جميل. معنى ان انا هعمل solving للإكس، لو انتوا شايفين كده ان الدالة عندي بالشكل ده، كان ده x axis، كان ده y axis. جميل. وكانت الرسمة عندي بالشكل ده. سوري، انا مش عارفة اعمل undo. عملنا الحمد لله undo. كانت كده، تمام. يا ترى بقى احنا عرفنا ان النقطة دي خلاص اللي هي 0 ونيجاتيف 1، بس يا ترى النقطة هنا ده كان اسمه كده، ده كان اسمه y intercept، لكن انا عايزة اعرف هنا نقطة x intercept دي هتكون بكام؟ يبقى اذا x intercept هنا الواي طبعا هنا بزيرو، مفيش y، الواي هنا بزيرو، بس الاكس يا ترى الاكس بكام؟ طب تعالوا بقى نرجع نعوض في الدالة بتاعتي ونحط هنا قيمة الواي بزيرو. يا ترى الاكس هتكون قيمتها كام؟ وانا كده هعمل حل للمعادلة. يبقى y equal 3x minus 1. y هنا عندي بزيرو equal 3x minus 1. طبعا هنا ترانسبوز عشان تبقوا عارفين، ترانسبوز negative 1 to the left side by the inverse of its sign، يعني هيكون هنا ال1 النيجاتيف 1 هتتنقل للجهة الأخرى بعكس الإشارة بتاعتها. 1 equal 3x. طيب وبعدين divide both terms of the equation by 3، هيكون هنا ده divide 3، ناس كتير بيحبوا يعملوها كده. 3 divide 3 equal 1. طبعا ال1 هنا coefficient ما بيتكتبش قدام لا بيتكتب coefficient ولا بيتكتب هنا باور او index، لا بيتكتب في الاندكس ولا في الكوفيشنت. خلاص تبقى انت عارف كده ان اللي قدامه هنا 1 واللي فوقه هنا 1. جميل. x equal third، يعني هي محصورة ما بين مين؟ يعني هي محصورة ما بين الزيرو والون. واخدين بالكم؟ اللي هي بتساوي طبعا الثيرد اللي هي 0.3333 يعني and so on. جميل. فهي هتبقى محصورة ما بين الزيرو والوان، هيبقى بعيد كده شوية، هتاخد هي تلت المسافة ما بين الزيرو
وال1، وتعالوا نرجع تاني للرسمة بتاعتنا علشان نشوف من خلال التريس بتاعي فين الاكس انترسكشن او الاكس انترسبت على الخط بالظبط، ونشوف قيمة التريس هيطلعها لنا كام. شايفين هنا الرسمة بتاعتي عاملة ازاي؟ شايفين الخط هنا فين؟ طب يعني هو بين ايه وايه؟ احنا ما احناش عارفين. ثواني كده انا هعرفكم دلوقتي. ايوه انا كده رجعت الزيرو والوان الترتيب بتاعتي، بدل ما كانت خارجية بقت داخلية. هنا الزيرو طبعا، وشايفين الوان فين؟ هنا الاكس انترسبشن هنا في التلت الأول من المسافة ما بين الزيرو والوان. وتعالوا نشوف التريس هيدينا الخط عامل ازاي، الإحداثيات معلش أسفة عاملة ازاي. شايفين؟ يا ربي هو حساس جدا، بس يعني لحد ما عايزة تتظبط على 3. أيوة شايفين هنا اهو ان الواي عندك هنا بزيرو، يعني خد اول حاجة، لكن الاكس 0.333. تمام. شكرا جدا لحسن استماعكم.